السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة اعدادي في كل مكان، ان شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا احنا اتفقنا معاكم ان شاء الله ان احنا ننزل سلسلة حل محافظات تالتة اعدادي بأمر الله، والنهارده معانا محافظة الجيزة. ورقك وقلمك والمحافظات ويلا بينا. حبايبنا وحوش تالتة اعدادي للشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة وفي كل محافظات مصر. ان شاء الله هنحل معاكم النهارده محافظة الجيزة. طبعا ورقة وقلم وجنبك المحافظات وحل معايا ويلا بينا. بص يا عم، اول حاجه مديك خريطه العالم كله، فمديني اول حاجه بيقول لي ايه؟ اولى دول العالم انتاجا لقصب السكر. هي فين اولى دول العالم انتاجا لقصب السكر؟ دوله طبعا البرازيل. ما تنساش ان البرازيل برضو اولى دول العالم انتاجا للسكر. حلو. تطل طبعا على المحيط الاطلنطي. صحاري ينتشر بها الرعي البدائي. طبعا الصحاري شمال قاره اسيا اسمها صحاري التندرا البارده. وطبعا الرعي البدائي بينتشر في الصحاري الحاره والمعتدله والبارده. اما الرعي التجاري بينتشر في مناطق حشائش السافانا والاستبس. ماشي. عندك رقم 3 اقليم صناعي. اقليم صناعي اشهر اقليم او اهم اقليم صناعي موجود في العالم الجديد وهو اقليم شمال شرق الولايات. اختر الإجابة الصحيحة. يشير رقم 4 أهو. رقم 4 بيقول إيه بقى في الخريطة؟ إلى دولة تقع معظمها داخل حدود الهند. طبعا هي دولة مين يا جماعة؟ دولة بنجلاديش. سؤال صح وغلط مع ذكر السبب في الحالتين، فخلي بالك. جمهورية نيجيريا الاتحادية غنية بمصادر الطاقة. طبعا الإجابة صحيحة. ليه؟ قال لك أول حاجة حيث يستخرج الفحم من المناطق الشرقية ويستخرج البترول من المناطق الجنوبية الشرقية. وزي ما عارف ان دولة نيجيريا بتنتج كمية بترول محترمة جدا وبتنتج 3% من الانتاج العالمي كله. ماشي. يبقى الفحم من المناطق الشرقية والبترول من المناطق الجنوبية الايه؟ الشرقية. بص يا عم نكمل. السؤال اللي بيقول لك ايه بقى؟ ما العلاقه بين المطاط الطبيعي والسيارات؟ في علاقه؟ في علاقه. ايه هي؟ هي السيارات الكاوتشات بتاعتها بتتعمل من ايه؟ من المطاط. يبقى العباره تقول له حيث يدخل المطاط في صناعه اطارات السيارات. وما تنساش ان اولى دول العالم او اولى قارات العالم انتاجا للمطاط قاره اسيا. تاني قاره افريقيا. طب اولى دول العالم انتاجا للمطاط تايلاند في قاره اسيا. طب اولى دول افريقيا انتاجا للمطاط دوله مين؟ نيجيريا. جميل. الصناعه وتطور الشعوب. ممكن بقى ايه العلاقه بين الاثنين؟ نقول طبعا ان الصناعه الحديثه. السؤال ده مهم على فكره، بيكرر كتير يا جماعه جدا في الامتحانات. السؤال ده مهم جدا جدا جدا. الصناعه عشان ممكن يقابلك برضه وتلاقيه برضه رايح امتحانك تلاقيه برضه في الامتحان، فتبقى عامل حسابك من دلوقتي. الصناعه الحديثه طبعا مقياس لتطور الشعوب. ليه يا مستر؟ قال لك حيث تاخذ بالاساليب العلميه الحديثه والتكنولوجيا المتطوره والتجارب العلميه في تطوير وتحديث مين؟ المنتجات. السؤال ده مهم جدا جدا. حلو. بما تفسر اهميه تربيه الدواجن. بنستخدم الدواجن ليه يعني؟ او ايه فايدتها؟ الفراخ يعني. رقم 1 عندك طبعا توفير الغذاء للسكان. ليه يا مستر؟ لانها بتوفر حاجتين: اللحوم البيضاء وعندك الايه؟ البيض. التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقه. ليه توسعنا في الفتره الاخيره في الغاز الطبيعي؟ رقم 1 يا باشا لانه مصدر رخيص الثمن، سهل النقل، اقل تلويثا لمين؟ تلويثا للبيئه. ده السبب. نخش بعد كده
للابقار اهميه اقتصاديه محدوده في الهند، رغم ان الهند يا جماعه رقم واحد في انتاج الابقار في العالم، ان القيمه بتاعتها الاقتصاديه محدوده، يعني يعتبر ملهاش لازمه قوي في الهند يعني. حلو. ليه يا حبايبي؟ بص يا عم، اولا كده القيمه الاقتصاديه، مش بتكلم عن قيمتها نفسها، انا بتكلم عن القيمه الاقتصاديه اللي هو كلحوم وابقار كلحوم والبان وكده. ليه؟ قال لك بسبب تحريم الديانه الهندوسيه اكل لحوم الابقار. امال لو جم عندنا بقى في العيد الاضحى بقى، الناس دي ايه رد فعلها؟ بص يا عم، الحمد لله على نعمه الاسلام يعني. الابقار اهميه اقتصاديه محدوده فين؟ في الهند. ركز بقى معايا كده. بعد كده لما يجي يسالها بقى يقول لك اختر مثلا، لان دي من اسئله التميز اللي فيها افكار، اجي اقول لك ايه؟ للابقار قيمه اقتصاديه محدوده في الهند لمعتقدات ايه او لاسباب ايه؟ تقول له بسبب الاسباب الدينيه او المعتقدات الطائفيه. طائفيه يعني دينيه يا جماعه، ماشي؟ يقل عدد السكان في ولايه الاسكا بالولايات المتحده الامريكيه. ليه عدد السكان قليل في ولايه الاسكا؟ طبعا بسبب بروده الجو. ما النتائج المترتبه على الوحده الاقتصاديه الاوروبيه؟ وده موجوده في اقليم غرب وسط اوروبا. تقول ادى ذلك الى التكامل الاقتصادي في الناحيه الصناعيه والتجاريه، وحمايتها طبعا جمركيا من هيئه مين؟ الاتحاد الاوروبي. وما تنساش ان في 3 دول مهمين جدا في اقليم غرب وسط اوروبا: بريطانيا، المانيا، فرنسا. اثر الموقع الفلكي لنيجيريا الاتحاديه على المناخ. طبعا، صلوا على النبي. بص يا عم، ادى ذلك الى ايه بقى؟ ان معظم نيجيريا تقع ضمن المناخ المداري، اما المنطقه الجنوبيه تقع ضمن الاقليم الاستوائي يا باشا. حلو. تعال نكمل مع بعض. بيقول لك قارن بين الولايات المتحده الامريكيه والهند من حيث ايه؟ ركز يا حبيبي انت هو معايا. بص يا حبيبي، اول حاجه العاصمه. الهند عاصمتها طبعا نيو دلهي. الولايات عاصمتها ايه؟ طبعا واشنطن. اللي مصر بتشتريه بتستورده من مين؟ من الهند. طبعا عندك السمسم، غزل القطن، والتوابل. توابل ايه دي؟ التوابل يا جماعه. والتوابل، وعندك قطع غيار النقل بقى والمواصلات، البجاج بقى والبوكسر وابو حوا والناس الرايقه دي قوي يعني، اللي هو عريس الجنه والحاجات الحلوه دي. صلى على النبي. عندك قطع غيار النقل، دي بالنسبه لعريس الجنه ايه؟ نعمه. بصوا يا جماعه، الولايات المتحده بنشتري منها ايه؟ طبعا الصناعات التكنولوجيه الحديثه، وعندك السيارات، وعندك الطائرات، والاسلحه طبعا. بعد كده س3 ننتقل بقى على التاريخ. الناس تصلي على النبي كده، خد نفسك وركز يا حبيبي معايا. الحل طبعا مهم جدا يا جماعه. الحل دايما هو اللي بيدربك اكتر وبيثبت المعلومه في دماغك. فطول ما انت ما بتحلش كتير، اعرف ان هتكون عندك تردد او متردد في اجاباتك دايما. مش هيبقى عندك ثقه في نفسك. فحل كتير جدا على قد ما تقدر. انت لو حليت ال 24 او 25 محافظه اللي عندك، بتخش طبعا بنسبه كبيره جدا انت ممكن تقفل الامتحان، بس التركيز وتكون حافظ كل سؤال وفاهمه ازاي. جميل. تعالوا بقى اشوف معانا شويه شاي كده. بص يا جماعه، اختر الاجابه الصحيحه. بيقول لك ايه بقى؟ اعطى مؤتمر سان ريمو 1920 لبريطانيا الحق في الانتداب على فلسطين، والذي عقد فين؟ يعني يقول لك مؤتمر سان ريمو 1920 ادى لبريطانيا حق الانتداب. طبعا عارفين الانتداب اللي هو شكل من اشكال الاستعمار. حلو. وتعاضد الدول المنتصره في الحرب العالميه الكام؟ الاولى. هنا بقى مؤتمر سان ريمو كان في دوله اصلا ايه؟ في دوله طبعا ايطاليا. ساندت ثوره 23 يوليو 52 الشعب الفلسطيني، حلو، في اقامه دوله مستقله. عاصمتها ايه يا جماعه؟ طبعا عاصمتها القدس الشريف. المدمره الاسرائيليه التي تم تدميرها في مرحله الصمود والتصدي، هي مرحله مين طبعا؟ او
مدمره لاسرائيل مين يا جماعه؟ ايلات بالصواريخ البحريه المصريه. ساندت الولايات المتحده الامريكيه اسرائيل في احداث ثغره مين يا جماعه؟ الدفرسوار، ودي كانت المساعدات العسكريه لاسرائيل للولايات المتحده الامريكيه في مساعده مين؟ اسرائيل لوحدث ثغره دفرسوار. ماشي. فدي حاجه مهمه جدا، ودي معلومات عسكريه دي اللي اتميزت بيها الولايات عن العرب في حرب كام؟ في حرب 73. صلى على النبي. بعد كده عندك استعان المجتمع المصري بالقوات المسلحه اثناء ثوره 25 يناير، ليه؟ او صح ولا غلط؟ صح طبعا. قال لك لتامين وحمايه الممتلكات والحفاظ طبعا على الامن والنظام، لان كان طبعا الناس بتسرق الممتلكات العامه وبتسرق المحلات، تمام، وكان في ارهاب بنسبه كبيره جدا وكان في فوضى، فاحنا استعنا بالقوات المسلحه عشان نامن ونحمي ممتلكاتنا وفي نفس الوقت نحافظ على الامن والنظام، عشان الناس تعرف تمشي في شوارعها تروح لشغلها، الكلام ده كله يعني. جميل. اذكر سببا لكل مما ياتي. فشل العدوان الثلاثي على مصر. طبعا في اسباب كتير جدا يا جماعه، وتخلي بالك من النقطه دي، حابب اوضحها لك بس. ان العدوان الثلاثي كان في كام دوله مشتركه فيه؟ 3 طبعا. اول دوله عندك هي دوله اسرائيل، اشتركت بسبب عقد مصر صفقه الاسلحه الشرقيه. خد بالك، لكسر احتكار صفقه الاسلحه الشرقيه، ان مصر راحت عملت مع الاتحاد السوفيتي صفقه اسلحه، تمام كده، ليه؟ عشان تواجه مين؟ اطماع اسرائيل، فكده مشاركه اسرائيل. طبعا شاركت مين؟ فرنسا، بسبب مسانده مصر حركات التحرر الوطني في الجزائر، وده كان من الانجازات السياسيه على المجال العربي. عندك بعد كده مشاركه بريطانيا بسبب تامين مصر شركه قناه مين؟ السويس، وده كان في الانجازات السياسيه، فعشان كده بريطانيا شاركت بسبب اضرار بمصالح بريطانيا الاقتصاديه، وخصوصا الدول الاستعماريه يعني. فانا عندي كام سبب؟ 3 طبعا. حلو. هل الدعم ده او العدوان ده كان العالم كله بيدعم الدعم ده او العدوان ده؟ لا طبعا. حلو. كان بيرفض العدوان. اول حاجه ليه؟ طبعا بيقول لك اذكر سبب واحد، فاحنا نكتب اسباب كتير جدا، منها اول حاجه شجاعه وبساله الجيش، وعندك مين؟ الشعب. مسانده الدول العربيه. تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل. الاتحاد السوفيتي قال ايه؟ فيها لخ فيها، تعطوا ولا ايه؟ الدوله دي لسه عامله معايا صفقه اسلحه، انت بتهزروا؟ 3 على 1 ما يصحش. حلو. يبقى تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل. الولايات المتحده كانت قالت ايه؟ قالت خلاص تمام كده، يا جدعان ما تستخدموش القوه. رفض الولايات المتحده استخدام القوه في ايه؟ في حل النزاعات. ثم اخر حاجه الامم المتحده بترفض استخدام القوه او تنديد الامم، الامم المتحده رافضه العدوان نفسه. جميل. تعال بقى قيام حرب اكتوبر. طبعا رغبه مصر واسرائيل في ازاله اثار النكسه، ده رقم 1. 2 واسترجاع طبعا الجولان وشبه جزيره ايه؟ سيناء. 2 رفض اسرائيل كل نداءات السلام بالانسحاب من الاراضي التي احتلتها طبقا لقرار مجلس الامن 242. يبقى هنا في علاقه بين قرار مجلس الامن 242 وحرب اكتوبر. ايه هو؟ ان اسرائيل رفضت قرار مجلس الامن 242 كان سببا من اسباب قيام حرب مين؟ اكتوبر. جميل. نكمل بعد كده. بيديني هنا ايه بقى؟ بيديني هنا اذكر عمل تاريخي للشخصيات اللي قدامك دي. اول حاجه عمنا مين؟ عشان الملل نغير اللون. اول حاجه جمال عبد الناصر، مؤسس تنظيم الضباط الاحرار. حلو. اللواء محمد نجيب طبعا عندك اعمال كتيره، بس اهمهم كان ايه؟ اول رئيس لجمهوريه مصر العربيه. المشير احمد اسماعيل حط خطه طبعا الخداع. المهم تعال، ده هنا سؤال ما النتائج. اصدار قانون الاصلاح الزراعي الاول في سبتمبر 1952، وهقولها تاني ان قانون الاصلاح الزراعي ده اول انجاز لثوره يوليو، وكان في المجال الاجتماعي للقضاء على او تحقيقا للهدف الثاني للثوره، وهو القضاء على الاقطاع. جميل. يبقى اصدار قانون الاصلاح الزراعي الاول ادى الى ايه؟ قال لك ادى الى تحديد
ملكية الأرض الزراعية بكام فدان؟ ب50 فدان. حلو. بعد كده أصدرت قوانين إصلاح أخرى. تمام كده. زاد ذلك من تملك الفلاحين للأراضي الزراعية. والسؤال ده جالك في الامتحان. سؤال ظاهرة الإقطاع أو قانون الإصلاح الزراعي جالك في الامتحان إن شاء الله. جميل. مؤتمر مدريد للسلام، إيه نتائجه؟ قال لك حصلت مفاوضات طبعا سرية بين منظمة التحرير الفلسطينية حلو وإسرائيل. المفاوضات دي كانت في أوسلو. حلو. المفاوضات بس اللي هو اتفاق سري. جميل. أما أدى ذلك بعد كده إلى توقيع معاهدة أوسلو 1993 فين؟ في واشنطن في دولة الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى دلوقتي اتفاقية أوسلو خدت شكلها القانوني والإطار الرسمي بتاعها في دولة الولايات في مدينة واشنطن. صدور دستور 1923 طبعا من الترم الأول. وعندك في الترم الثاني برضو حرية تكوين الأحزاب، إنشاء مجلس نواب يمثل السلطة التشريعية طبعا. بعد كده عندك السؤال اللي بعد كده والسؤال الأخير في المحافظة مع بعض كده يا حبايبي. ركز معايا، فوق كده. تعد القضية الفلسطينية أهم القضايا العربية على مر العصور، وقد كان وما زال لمصر دور عظيم تجاه هذه القضية. وخد بالك الحق حق حتى لو بعد مليون سنة. يعني مصر أو فلسطين عربية، دولة عربية حتى لو بعد مليون سنة. الحق حق. جميل. صلوا على النبي. حدد موقف الشعب الفلسطيني من إجراءات تنفيذ وعد بلفور. هي إيه إجراءات تنفيذ وعد بلفور؟ السماح بهجرة اليهود جميع أنحاء العالم إلى فلسطين. 2. شراء الأراضي من عرب فلسطين ومنحها لليهود عن طريق الشراء. جميل. الإجراءات قال لك قاموا بعدة ثورات وحركات وطنية، كانت منها ثورة 1929 وانتفاضة 1936 بقيادة اللجنة العربية. اذكر المناطق التي استولت عليها إسرائيل بعد عدوان 67. خد بالك ده أكبر توسع على حساب الدول العربية من قبل إسرائيل. يعني اليهود تم كده أكبر توسع ليهم على الأرض العربية كان بعد عدوان 67. أول حاجة الاستيلاء على شبه جزيرة سيناء حتى الضفة الشرقية، ده في مصر. الاستيلاء على هضبة الجولان. الاستيلاء على قطاع غزة. الاستيلاء على عندك الضفة الغربية لنهر الأردن. ماشي. ويبقى كده خلصنا المحافظة عندنا اللي هي محافظة الجيزة. محافظة برضو لذيذة، ما فيش فيها أفكار عالية قوي. الامتحان متوسط يعتبر، ما فيش فيه أفكار عالية زي ما قلت لك. واستنونا في محافظة جديدة. سلام.